عملت وصفة بقى بالجلاش خطيرة. جربتها وعجبتني جدا، وقلت بقى لازم اعملها مرة كمان واجربها معاكم. لو جربتيها مرة هتنسي اي طريقة تقليدية للجلاش، وهتعملي الطريقة دي كده على طول. سهلة وبسيطة وحلوة جدا. انا معايا هنا اهوت قطعة من الفراخ مقطعة قطع صغيرة. هاخدها كده في الطاسة بتاعتي، هحط عليها شوية زيت وهديها تشويحة كده بسيطة. اول ما تستوي كده معايا انا دلوقتي محضرة ايه، مكعبات من البصل. جايبه بصلتين كده اهوت ومقطعاهم ايه، قطع صغيره. هنزل بالبصل كده مع الفراخ وهديهم ايه تشويحه كده لغايه اما البصل يدبل تتبيله بسيطه. دلوقتي بقى معايا برضو قطع من الطماطم كده متقطعه قطع صغيره. هنزل بيها عليها كده، وفي نفس وكل دوت وانا بشوح، والنار عندي متوسطه. تمام كده. مقطعه دلوقتي كمان قطع صغيره من الفلفل الالوان. هضيفها كده عليها، وهشوح كل المكونات الجميله دي كده مع بعض. انا عايزاها تزيد القيمه الغذائيه بتاعتها، فعشان كده عماله ايه ازود فيها خضار. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي كده. هي مش هتاخد دقايق على النار وهتلاقيها اتشوحت وبقت جميله. انا ضفت كده معلقه من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ونص معلقه صغيره من الكاري. بس كده. هديها تشويحه كده بسيطه، وكده بقت تمام وحلوه جدا وجاهزه. تعالوا بقى نجهز لاهم حاجه اللي هي التشريبه. انا جبت كده كوبايه من اللبن وكوبايه من الشوربه. بس كده، رشه بقى فلفل اسود عليها، ورشه ملح. تمام كده. معايا انا بقى دلوقتي باكو بيكنج باودر. انا هحط الباكو كله عليها. هقلب التشريبه الحلوه دي كده وهركنها دلوقتي ايه على جنب. انا لسه هضيف عليها مكون تاني، بس مش دلوقتي. معايا انا بقى هنا اهوت ايه لفه الجلاش بتاعتي. انا هنا استعملت لفتين جلاش على حسب كميه الحشوه. انت هتستعملي الجلاش. انا كميه الحشوه ديت عملت لي لفتين جلاش، وكانت جميله جدا. دلوقتي بقى انا خدت لفه الجلاش بتاعتي، هفردها كده قدام مني، وهاخد منها 3 ورقات بس. انا مش عايزه غير ايه، في كل مره هاخد 3 ورقات بالطريقه دي كده ماشي. هاخد بقى ال3 ورقات بتاعتي دول، وهبتدي احط الحشوه بتاعتي بالطريقه دي كده، وهبتدي احط الحشوه من فوق الاول، في الجلاشه كده من فوق. تمام كده. وهسيب حته فراغ كده من الجلاش فاضيه من فوق. معايا انا بقى هنا جبنه موتزاريلا. هي دي جبنه الحمد، انا بحبها جدا. بس دي جبنه مشكله، هي موتزاريلا على رومي على شيدر. الكيس كده بيجي مشكل بيبقى جميل. انا ضفته كده عليها. الجبنه ديت انت هتحطيها اختياري من عندك، بس انا بحبها قوي في الوصفه دي، بتبقى خطيره. بصوا بقى، انا لفيت الجلاش بالطريقه ديت. انا هعمل معاكم واحده تانية دلوقتي. لفتها سهله جدا وبسيطه خالص. انا جبت الصاج بتاعي كده اهوت وبمعلقه سمنه، ودهنته ايه كله سمنه بالطريقه دي. تعالي بقى احط فيه كده الجلاش، ونلف واحده كمان مع بعض كده بالطريقه ديت. تعالي برضو انا هاخد 3 ورقات برضو، وهبتدي احط الحشوه كده من فوق. هاخد بقى الجزء اليمين من الجلاش كده، احط الجبنه بتاعتي. زي ما قلت لك الجبنه اختياري براحتك، عايزه تحطيها حطيها. تمام كده. هبتدي بقى اخد الجزء بتاع الجلاش كده اليمين، والناحيه التانية برضو، واقفل عليها كده من فوق، وهتنيها بالطريقه دي كده. بصي زيها زي الظرف بالظبط. اهي هاخد الجزء اليمين كده وهلدهم من الناحيه التانية، واقفلها كده زي الظرف كده. تمام. سهله وبسيطه خالص. التشريبه بقى بتاعتي اللي انا كنت مجهزاها، هحط عليها بقى معلقتين من السمنه. هضيف كده معلقتين من السمنه عليها. انا سبت السمنه اخر حاجه ليه؟ عشان انا مش عايزه السمنه تجمد في التشريبه كده وتبقى مكلكعه. انا عايزاها تبقى سايحه كده في الاخر. هاخد بقى التشريبه بتاعتي ديت، وهنزل بيها على الجلاش كده فوق الوش. هغرقه كده بقى بالتشريبه. ماشي. يبقى انا كده الجلاش بتاعتي ما حطيتلوش سمنه خالص بقى. بصوا مش زي الطريقه التقليديه ان انا بمسك رق ورق وادهنه سمنه والكلام ده، لا. السمنه بتاعتي انا حاططها في التشريبه، وهم معلقتين سمنه بس. خلاص كده. هاجي بقى فوق الوش كده اروح حاطه ايه حبه البركه، بتبقى هايله في المخبوزات، بحبها جدا. لو عندك سمسم ممكن تحطي فوق الوش سمسم، هتبقى جميله. انا هاخد بقى الصاج بتاعي كده، حطيته على الرف الاوسط من تحت، ولعت الاول من تحت، واول ما استوى من الجوانب رحت مولعه عليه الشوايه، وطلع معايا بالجمال ده. خطير خطيرة والله، وريحتها فظيعة. بصوا بقى عاملة ازاي من ورا ومن قدام. خطيرة بجد. واخدة كده طبقة قرمشة كده من فوق، ومن جوه طرية كده وجميلة جدا. انا عايزة اقولك ان السندوتش ده مشبع جدا جدا. مليان بقى، الحشوة بتاعته مليانة ومشبع قوي قوي. خطير بجد. لو جربتيها هتعملي الجلاش بالطريقة دي كده على طول، غير الطريقة التقليدية خالص. تعالوا بقى كده نفتحه من جوه ونشوفه عامل ازاي. بصوا بقى انتوا في الحشوة ديت انتوا ممكن تحطوا
حطوا اي حشوة انتوا عايزينها. بصوا شكله من جوه عامل ازاي، بجد الحشوة خطيرة وجميل قوي قوي. ممكن بقى تعملوها بحشوة اللحمة المفرومة، هتبقى جميلة جدا. ميكس جبن، اي حشوة عندك، سجق، اي حاجة حطيها، اي حشوة متوفرة اعملي بيها الطريقة دي، هتبقى حلوة جدا جدا. يا جماله والله بجد خطير خطير بجد. واخد طراوة كده من جوه وجميل جدا. لو عجبتك الفكرة بقى حط لنا لايك. حطي بقى لايك للفيديو، وما تنسيش تنورينا كده بالاشتراك في القناة، وفعلي لنا زر الجرس عشان يوصلك كل يوم الفيديوهات اللي احنا بننزلها. فيديوهات كده اقتصادية وعلى قد الايد. مع السلامة.